ازيكم عاملين ايه؟ اجدادنا الفراعنة كان فكرهم سابق وكانوا دايما بيبصوا لقدام، وحاجات كتير فكروا يعملوها علشان تفيدهم وتفيد الاجيال اللي بعدهم. ومن ضمن الحاجات دي كانت فكرة حفر قناة تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط علشان الاتصال بين الشرق والغرب يكون سهل. في وقت نقل البضائع من البحر الأحمر للمتوسط كان بيتم بصعوبة شوية من خلال تحرك السفن في النيل لغاية مدينة الزقازيق، وبعدها بتمر في البحيرات المرة لغاية ما توصل للبحر المتوسط. وأول واحد فكر في ده كان الملك سنوسرت الثالث، لكن قناة سنوسرت الثالث أهملت أكتر من مرة، وملوك كتير بعده فكروا في تجديد القناة، زي مثلا الملك سيتي الأول والملك بطليموس الثاني. واستمر الحال كده فترة طويلة لغاية ما القناة أغلقت تماما. مرت الأيام وتم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، وده أثر سلبيا بشكل كبير على التجارة البرية خاصة في مصر والبندقية، وده شجع أمراء البندقية إنهم يتواصلوا مع السلطان الغوري ويعرضوا عليه فكرة الاستغناء عن القوافل البرية واستبدالها بنقل البضائع بحريا عن طريق إعادة حفر قناة تربط بين البحر الأحمر والمتوسط. لكن مصر في الوقت ده كانت في فترة صراع مرير مع العثمانيين، وده أدى إلى إلغاء فكرة شق القناة، لكن ما زالت فكرة ربط البحرين موجودة. ولما قامت الثورة الفرنسية وانتهت، صدر أمر لنابليون بونابرت من حكومة الدايركتوار بحفر قناة تربط بين البحرين، وبالفعل تحرك نابليون علشان يبدأ في أعمال الحفر. وهنا اعترض مهندس اسمه لوبيير وبرر اعتراضه بأن مستوى البحر الأحمر أعلى من مستوى البحر المتوسط، وده ممكن يتسبب في غرق مصر كلها، وتم إيقاف المشروع. لكن بعد كده تبين خطأ حسابات لوبيير، ومرت الأيام واتولد في بيت محمد علي محمد سعيد باشا، وتبنى تربيته وتعليمه شاب فرنسي اسمه فرديناند دي ليسيبس. كان بيشتغل في السلك الدبلوماسي، ومعرفته بالأسرة الحاكمة جات من خلال صداقة والده بمحمد علي. كبر سعيد باشا وجمعت بينه وبين فرديناند دي ليسيبس الأيام مرة تانية. دي ليسيبس ما ضيعش وقت وعرض على سعيد باشا فكرة حفر قناة تربط بين البحرين، وبدون تردد وافق سعيد باشا وادى لديليسيبس امتيازات لحفر القناة، وكانت عبارة عن اعطاء ديليسيبس حق تأسيس شركة قناة السويس والبدء في أعمال الحفر، والقناة تكون تابعة لمؤسس الشركة لمدة 99 سنة كحق انتفاع يعني، وبعدها يحق لمصر حيازة القناة، والحكومة المصرية تحصل على 15% فقط من أرباح القناة، والحفر يتم بعمالة مصرية، والعمل هيكون بنظام الصخرة. وفي سنة 1859 بدأ حشد العمال من جميع أنحاء مصر، وكانوا في البداية مبسوطين وفخورين بده. لكن مع الوقت ومع قلة الاهتمام بالعمال وعدم توفير الطعام الكافي والمياه العذبة، وبسبب الانهيارات الرملية وانتشار أمراض زي الكوليرا والرمد والسل، توفى عدد كبير من عمال الحفر، فبدأت تحصل حالة من النفور ومحاولات متعددة للهرب من أعمال الحفر الإجبارية. وسنة 1869 تم الانتهاء من حفر القناة، وافتتحت باحتفال ضخم ضم عدد كبير من قادة العالم. وسنة 1910 إدارة الشركة تقدمت بطلب للحكومة المصرية بمد فترة امتيازات قناة السويس لمدة 40 سنة كمان، وده لأن أرباح القناة كانت زايدة قوي. ومع ظهور جيل وطني في الفترة دي وظهور أسماء زي محمد فريد وطلعت حرب، بدأت حملات كتير لتوعية المواطنين بأن إدارة الشركة تقريبا غفلت المصريين كلهم، وأن مكاسب مصر في الفترة اللي فاتت كانت مكاسب ضعيفة مقابل مكاسب إدارة الشركة، وأن مصر خسرت أسهم كتير في فترة الامتياز الأول، وعلشان كده ما ينفعش يكون في امتياز تاني. لكن بطرس غالي كان له رأي مختلف كالعادة، وكان وقتها رئيس الوزارة ومايل للفرنسيين، ووافق على مد فترة الامتياز، لكن تم اغتياله والموضوع ما تمش.
ومرت الأيام ووصل عبد الناصر للحكم وفكر في مشروع السد العالي، لكن المشكلة اللي قابلته كانت مشكلة التمويل المادي، فما كان منه إلا إنه طلب من بريطانيا وأمريكا والبنك الدولي تمويل لإتمام المشروع. وافقوا في البداية إنهم يمولوا المشروع، لكن بشروط، الشروط دي كانت شبه تعسفية، وده أثار حفيظة عبد الناصر ورفض الشروط تماما. فأمريكا زعلت وانسحبت من التمويل انسحاب مش ولا بد، وبعدها بريطانيا وبعدها البنك الدولي. فعبد الناصر هو كمان قال لهم خلاص احنا هناخد قناة السويس ونلغي الامتيازات اللي اداها سعيد باشا لديليسيبس. وفي يوليو 56 وقف عبد الناصر في اسكندرية وخطب خطابه المشهور وأعلن إن شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وده كان رد على أمريكا وبريطانيا والبنك الدولي لرفضهم تمويل السد. وكان مجهز خطة فيها كلمة سر وهي ديليسيبس لما يقولها 16 مرة، وبمجرد ما يسمعها المهندس محمود يونس اللي كان مظبط كل حاجة قبل الخطاب ينفذ أمر التأمين بدون خوف من أي جهة. وبكده تكون قناة السويس اللي اتحفرت في مصر بإيد مصريين رجعت للسيادة المصرية مرة تانية، وكانت ولا زالت مصدر فخر لينا كلنا.